السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أحكي لكم عن رحلتي من اسطنبول ودمشق. طبعا أول يوم رحنا على جراند بازار، طبعا مشهور بالراحة والتوابل، الراحة الاسطنبولية طبعا. ثاني يوم أخذنا سيارة خاصة وطلعنا على منطقة أزميت، أحلى منطقة باسطنبول الصراحة أزميت. كان هذا إطلالة المطعم اللي احنا فيه. منطقة هادية وحلوة كثير الصراحة، يعني بنصح اللي يروح اسطنبول لازم يروح على منطقة أزميت وبها البيت المقلوب. طبعا ما بنصح انك تروح بجروبات على المناطق هاي، مثل هاي منطقة صبنجة بأزميت برضو. والبحيرة كمان بصبنجة كثير حلوة هيك وهادية كثير، يعني القعدة فيها كثير حلوة. ثاني من يوم طبعا بدنا نطلع على بورصة. طلعنا بالعبارة، أظن هذا بحر مرمرة. ركوب العبارة الصراحة حلو كثير هيك، البحر حلو كثير. طلعنا بالتلفريك. طبعا أول محطة بالتلفريك ومحطتين، المحطة الأولى بيكون فيها مطاعم وسوق مش كبير، يعني مش كثير مطاعم بس سوق صغير، بس حلو كثير يعني الصراحة. وبس كان الضباب يعني الصراحة ما كناش شايفين إشي. كان الجو بارد وشتاء. هذول المطاعم بالمحطة الأولى بالتلفريك. شايفين كيف الضباب؟ ما كنا شايفين إشي الصراحة، بس حلوة يعني. كل إشي بتركيا تقريبا حلو إلا شعبها، ما حبيته. يعني كنا زمان بنروح بجروبات، ما كنا مستدلين على شغلة إنه ناخذ سيارة خاصة. كنا بنحس بملل. طبعا هاي منطقة البسفور. كنا بنحس بملل لما نطلع بالجروبات، لأنه لما تكون السيارة لحالك أحسن وأريح. بنصحكم إنه كمان حتى تتسوقوا باسطنبول نفسها، حاولوا إنكم تاخذوا السيارة من أول النهار لآخره، تتسوقوا وتشتروا اللي بدكم إياه، لا تعتمدوا على التكاسي لأنه عندهم نصب مش طبيعي التكاسي. فخذوا سيارة يعني $100 تاخذ السيارة يوم كامل، مثلا من 9 للتسعة. آه، طبعا فتلنا بجنب الفندق ورحت على محل شوكولاتة أشتري. طبعا أنا إدمان شوكولاتة، بحبها بجنون الشوكولاتة، يعني بصراحة ما خليت إيش إلا اشتريته. وطعمها طيب الصراحة هاي الشوكولاتة. رحلتنا على دمشق، طبعا الحميدية لازم أزوره، أكثر من مرة بروح له لأنه بده وقت. وأهم شيء بسوق الحميدية محل الجلديات، جلد طبيعي، شنط جلد طبيعي. طبعا يعني إشي بتحتاج بتشتري. طبعا حاولت أشتري من كل نوع، لأنه بصراحة كله إشي حلو. وجزادين رجال وستات عندهم كله جلديات. طبعا هذا المحل قديم 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 الصراحة. أنا بحب بدمشق إنهم لسه محافظين على الشغلات القديمة، وأنا بحب الأشياء القديمة الصراحة. يعني الصراحة سوق الحميدية الواحد لو بيمشي ليل نهار ما بمل منه، لأنه يعني بضل يشوف شغلات جديدة لأنه كبير كثير، ما بيلحق بيوم واحد يخلصه. طبعا ثاني من يوم رحنا على الميدان، منطقة الميدان، واشترينا حلويات. طبعا لازم أروح على داود إخوان، بنصحكم يعني الصراحة الحلو بدكم تشتروا من منطقة الميدان، داود إخوان أو أبو عرب الصراحة.
حلوهم طيب وزاكي كله تقريبا بسوريا. الحلو ما يتغير عندهم الصراحة، نفس النكهة من يعني ما تغيرت عليه شيء. أنا بصراحة بالنسبة لي حلو سوريا، حلويات سوريا أطيب من حلويات تركيا، لأنه قطرها أخف وما بيحطوا قشطة. تركيا بيحطوا قشطة وبيحطوا قطر زيادة. يعني اللي مثل حالاتي بحبش الإشي الحلو زيادة ولا الإشي الدسم، راح تعجبهم حلويات سوريا، والصراحة تازة أول بأول بيعملوه. شارع الميدان حلو كثير الصراحة، يعني قديم قديم هذا الشارع. وداود إخوان لا زال محافظ على النكهة، نفسها ما تغير. يعني أنا اللي غايبة عن سوريا تقريبا من 2011. طبعا رحنا على القمرية، أكيد رحنا عشان نشتري كرواسون. حكوا لنا عن العصير، طبعا رحنا على محل عصير الليمون المثلج، بصراحة عجبني كثير. أول مرة، مع إني كثير رحت على دمشق، بس أول مرة يعني بذوق الصراحة طيب كثير عجبني. خاصة إنه كانت الدنيا شوب كثير وقتها لما رحنا. سوريا هي بس الشغلة الوحيدة يعني عندهم إنه في شوي غلا بالأكل، المطاعم الكبيرة طبعا. المطاعم العادية سعرها طبيعي زي سعر الأردن. هي الجامع الأموي. الكهرباء بالشوارع بس، ما في بالفنادق موجودة، بس حاليا إجمالا بيحكوا إنه رجعوا الكهرباء على الشوارع. طبعا الجامع الأموي بآخر سوق الحميدية. هذا مطعم أبو العز برضه بآخر الشارع الحميدية. أبو العز شوي الصراحة متغير طعمه وأسعاره فوق السياحية الصراحة. أما المطعم مرايا لا، أسعاره مثل ما هي تقريبا وطعمته نفس الطعم، أنه من أبو العز الصراحة متغير طعمه. طبعا وحبينا نتفتل بحارة الشام، أنا عشقي هاي الحارات. إحنا كانت رحلتنا تقريبا بس 5 أيام، بس حاولنا يعني قدر الإمكان نلف بدمشق. طلعنا على المصايف. طبعا هذا المطعم بالمصايف. مطاعم المصايف حلوة وقعدتها حلوة يعني الصراحة. رحنا ثاني من يوم على الشارع، على 7 بحرات اللي فيها مطعم مرايا. الصراحة مطعم مرايا طعمته لسه محافظ على نفس الطعم، وعلى أسعاره تقريبا ما مش متغير على إشي. وهي جبل قاسيون مبين من هذا إنه كنا حابين نروح على جبل قاسيون بس لسه ما فتحوه. قال بدهم شوية ويفتحوه. طبعا اللي مبين عليكم هذا جبل قاسيون. كنا الأموي. طبعا السؤال حاليا لو بدي أرجع أروح على اسطنبول أو على دمشق. طبعا أنا دمشق رحتها كثير واسطنبول رحت لها كثير، بس حاليا ما راح أرجع على اسطنبول خلاص. يعني لو بدي أرجع تركيا بدي أرجع على منطقة غازي عنتاب، اسطنبول خلاص ما راح أرجع لها. دمشق إن شاء الله ناوي أرجع لها أكثر من مرة. أنا حبيت الصراحة دمشق أكثر. برضو هاي خلف الجامع الأموي، شرقيات. طبعا بآخر سوق الحميدية على اليمين سوق البزورات. يعني مستحيل نوصل للحميدية وما نوصل لسوق البزورات. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم.